بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي غرت بها كل شيء وخزل كل شيء وزلل كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي عزاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهدق الذنب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل القلب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدور. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلوغ. اللهم اغفر لي كل ذنب. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأته. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك
انجدني أني من غربة بان توزاني شكرا وان تلهمني ذكرا اللهم إني أسألك سؤال خوز المتذلل الخاشع أن تزامني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متوازن. اللهم واسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وأزم فيما عندك رغبته. اللهم أزم سلطانه وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهره وجرت قدرته فلا يمكن الفرار من حكومته. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لغبائي ساترا ولا لشيء من عملي الغبي بلا سلم بدل الغير. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك ألا. اللهم مولاي كم من قبيل سترت فكم من مكروه دفعت كم من صناع جميل لست أهلا له نشرت. اللهم أزم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقادت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بود عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزحني بخفي ما اطلعت عليه من سر ولا تمزحني بخفي ما اطلعت عليه من سر ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملت في خلوات
فلا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريدي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي، وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا. آی خدا، آی خدا، و حق امام رضا آقای رؤوف، آقای مهربان، و علی فی جمیع الامور عطوفا. الهی و ربی من لی غیره، من لی غیره، من لی غیره، من لی غیره. یا معبود سوا، یا اله العالمین. حسین 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 أسأله كشف ذري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي، ولم أهترز فيه من تدين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك الغزا، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدوده، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مغرا مذعنا المعترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، بلا مبذا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وساقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي، يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك
وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من توى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وأتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيها أنت أكرم من أن تزيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من وابيت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جبارها سمد إلى أوجان تعبدك طايا وأشارت باستغفارك مذنبا ما تزلزلنا بك ولا أخبرنا بفضلك يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم وأنت تعلم ضعفي القليل من بلاء الدنيا وعقوباتها فما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسو يسير بقاء قصير المدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف على أهله لأنه لا يكون إلا الغضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الذليل الهدي المسكين المستقيم وأنا عبدك الذليل الهدي المسكين المستقيم يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي العمر لك أشكو برا کدوم کارم شکایت کنم
والإمام الغازج وأبكي لعلي من عذاب وشدته حمل طول البلاء ومدته فلئن سيرتني إلى العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك ففرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي أفقد إلهي الآن إلهي الآن إلهي الآن فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث مستغيثين يا غياث مستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد المسلم سجل فيها بمخالفته وزاغت أعمازابها بمعصيته وحبس بين أتباعه بجرمه وجريرته وهو يزد إليك زجيج معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرق لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها
وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتغلغل بين أطباقه وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الذنوب ولا المعروف من فضله ولا مشبع لما عملت بالموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقتل لولا ما كنت به من تعذيب جاهدي وقضيت به من إخلاد معاندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مغرا ولا مغاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلى سناؤك قلت مبتدأ وتتبلت بالعلام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون هلي امام علی هزار جان گرامی فدای نام علی الهی و سیدی فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنت بالي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل غبي أسررت وكل جهل عملت كتمت أو أعلنت أو أخفيته أو أظهرت وكل سيئات أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواري وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر عزي من كل خير أنزلت أو إحسان فزلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تصدر يا رب يا رب يا رب
وسيدي ومولاي ومالك ردي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بزري ومسيلتي يا خبيرا يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا رب يا رب يا رب یه بار دیگه به نیت فرج فقط بگو یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب به حق زینب به حق زینب علیه السلام هجل بدیک الفرج جواره واشدد على العزيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فاردون ومن كادني فكدوا واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقرب منزلة وأخصم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وأتف علي بمجدك واحفظني برحمتك
واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيم ومن علي بحسن إجابتك وأغلني عسرتي واغفر زلتي فإنك غزيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي فبلغني مناك ولا تقل فاكفني شر الجن والإنس من أعداء يا سريع الرزق يا سريع الرزق يا سريع يا سريع الرزق بحق مولانا الرؤوف علي بن موسى الرضا عليه السلام اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعة غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاغ البكاء يا سابق النعم يا دافع النغم يا نور المستبشرين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهل وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.